يا سادة يا كرام، اللي شاف ماشي بحال اللي سمح، واللي عاش الرعب ماشي بحال اللي عاودوه ليه. قصتنا اليوم كتبدا في واحد الدوار بعيد فين السكات كيخلع أكتر من الصداع. كان السي أحمد راجل درويش، وجهه منور بضوء الصلاة، ولكن دارو كانت غارقة في واحد الظلام خايب واخا الشمس ضاربة فيها. مرتو حليمة الزين والتباتة قدام الناس، ولكن من الداخل يا لطيف كانت بحال شي حية رقدة مخبية في التوب ديال الحرير. كانت الدار ديما باردة واخا نكونوا في عز الصيف، واحد البرودة كتسرب للعظم، بحال يالله الملايكة هجروا دوك الربوع وخلاو غير الشياطين كتشطح في الركاني. أحمد كان ديما كيحس بضيق في صدره ملي كيدخل، ما كيحملش يطول في الدار، والسبب كان داك لسان حليمة اللي ما كيسكتش وما كيذكرش الله غير في عيوب الناس وأعراضهم. حليمة ما كانتش كتصلي ولا كتعرف القبلة فين جات. همها الوحيد هو التبركيك والنميمة. كانت كتجلس في العتبة ديال الباب، عينيها كيلمعوا بواحد الشر غريب ملي كتشوف شي حد دايز. كانت كتفصل وتخيط في عباد الله. شفتي فلانة دارت فعلت، شفتي فلان راه سرق راه زنا. كانت كتاكل لحم خوتها وهما حيين بدم بارد، والضحكة الصفرا مرسوم على وجهها. والأسوأ من هاد الشي كانت كتحلف بالكذوب باش تطيح الناس في بعضياتهم. أحمد كان كينصحها: يا حليمة اتقي الله، راه القبر صندوق العمل، راه الدنيا فايتة. ولكن هي كانت كتضحك عليه وتقول ليه: سير صلي انت واعتق راسك، انا ما مسالياش لهاد الخرايف. ما كانش عارفة باللي هاد الخرايف غادي يوليو كابوس يطاردها في الفيق والنعاس، وباللي لسانها اللي كيطول على الناس غادي يولي حبل يشنقها. دازت الايام وبدات العلامات كتبان. حليمة ما بقاتش كتقدر تنعس، كانت كتفيق في النص د الليل كتغوت، كتقول لأحمد: كنشوف ديدان خارجين من الحيوط، كنشوف وجوه كحله كتطلع عليا من السقف. أحمد كان كيقرا عليها القرآن، ولكن هي كانت كتسد ودنيها وتغوت: سكت داكشي، صوتك كيضرني في راسي. وجهها بدا كيتبدل، الزين مشى وبقى غير واحد السواد بحال الرماد تحت عينيها. ريحة خمها ولات خايبة بحال ريحة شي جيفة قديمة واخا تغسل سنانها بالليل والنهار. الجيران بداو كيهربوا منها، حسوا باللي كاين شي حاجة ماشي طبيعية، شي لعنة طاحت عليها. حتى القطوط والكلاب ديال الدوار ولاو كيهربوا من حدا باب دارهم كيجريو وكينبحوا للعدم. وفي ليلة كحلة زحلة والريح كتصفر في الشراجم، طاحت حليمة طيحة وحدة. لسانها اللي كان ما كيسكتش تلوى ليها في فمها، ولا بحال شي طرف ديال اللحم الخامج ساد ليها حلقة. بغات تغوت، بغات تطلب المسامحة، ولكن ولا تحين مناص. عينيها جحدوا وخرجوا لبرا بحال يالله كيشوفوا ملك الموت واقف عند راسها بصورته المرعبة. أحمد كيجري كيحاول يلقنها الشهادة: قولي لا إله إلا الله يا حليمة. ولكن هي كانت غير كتخزز، وصوت حشرجة مرعب خارج من سطرها: خر خر. يديها كانوا كيخبطوا في الفراش بحال يالله كتحاول تدفع شي وحوش كيهجموا عليها. وفجأة تجمدت في بلاصتها، وجهها ولا كحل فحمة، وجسمها تكلمش، وماتت ميت السوء والعياذ بالله. الصباح صباح والخبار ضاع في الدوار. جابوا الغسالة باش تجهزها، مرا تقية وكبيرة في السن. دخلت البيت وسدات الباب، ما كاملاش 5 دقايق وخرجت الغسالة كتجري، وجهها صفر ومخطوف وكتغوت: ما نغسلش هادي، ما نقربش ليها. أحمد شد فيها: يا لالا الحاجة، غير قولي لينا مالك. قالت ليه وهي كترجف: يا وليدي كنبغي نكب الماء كيرجع دم، كنحاول نهز يديها كنحس بالعافية خارجة من جلدها، حرقات لي صباعي، والجتة كتحرك بوحدها. الناس تصدموا، الخوف دخل القلوب، اضطروا يجيبوا مرا خضرا بالزز وبالرغيب، ودخلوا معاها 2 عيالات قاريين القرآن، وكملوا الغسيل في واحد الجو مكهرب والريحة الخانزة عاطية في الدار، وخدروا البخور والمسك. هزوا النعش باش يديوها للمقبرة، وهنا كانت الصدمة الثانية. النعش كان ثقيل بزاف، لدرجة أن 4 الرجال صحاح ما قدروش يهزوه في البداية، بحال إلا هزين جبل ماشي بنادم. بسم الله، الله أكبر، عاد قدروا يهزوه، ولكن كتافهم كانت كتطرطق بالثقل. الطريق للمقبرة كانت طويلة وموحشة، وخا هي قريبة. السما كانت صافية، ولكن غير خرجوا النعش تجمعات سحابة كحلة فوق منهم بوحدهم. الغربان بداو كيدوروا فوق النعش كينعقوا بصوت كيخلع. الناس اللي ماشيين في الجنازة سكتوا،
حتى حد ما بقى قادر يهضر، غير صوت رجلين وصوت أنفاس الرجال المجهدة اللي هازين ديك المصيبة. وصلوا للمقبرة. الحفار كان موجد القبر، ولكن غير حطوا النعش. لقاو القبر اللي حفروا عامر بالحناش والعقارب. الحفار تصدم، والله يلا خليتو خاوي ونقي. ناضوا قتلوا دوك الحناش ونقاو القبر، ولكن ملي جاو يهبطوها الارض بحال يلاه بدات كتجمع وكتضيق. التراب ولا قاصح بحال الحجر، بصعوبه باش وسعوا الحفره. احمد كان واقف كيشوف ودموعه نازله، عارف باللي هادشي ماشي عادي، وباللي مراتو كتخلص في داكشي اللي دارت. الفقيه اللي حاضر قال لهم سربيو، ستر من عند الله، دفنوها دغيا. الجو ولا خنيق وتنفس ولا صعيب في ديك البقعه بالضبط. غير حطوها في الحد وبداو كيردوا التراب. وقعات الحادثة اللي شيبات الولدان. سمعوا صوت ترطيق العظام، طرق طق، صوت مجهد خارج من باطن الأرض. ومن بعد سمعوا غوتة مكتومة ولكن واضحة، بحال شي حد كيغوت من وسط بير غارق. آي واي عتقوني. الناس هربات، الرجال لاحوا الفوس وهربوا. بقى غير أحمد والفقيه والحفار جامدين في بلاصتهم. الأرض كانت كتهتز تحت رجليهم خفيف، بحال إلا القبر كيمضغ الجثة. الفقيه طاح على ركابيه وبدا كيقرا ياسين بصوت عالي وكيترعد. هذه هي ضمة القبر اللي ما كينجو منها غير اللي رحم ربي. وحليمة كانت كتعصر دابا حيت كانت كتعصر قلوب الناس بكلامها. رجع أحمد لدارو في الليل وحيد مدمر، ولكن الرعب ما سالاش في المقبرة. غير دخل الدار سمع صوت حليمة، ماشي صوتها العادي، صوتها مبحوح ومشوه، جاي من البيت اللي ماتت فيه. أحمد جيب لي الماء، راني كنتحرق. أحمد جمد في بلاصتو، الشعر دراسو وقف، مشى كيتسلكات وشعل الضوء في البيت. لقى الفراش مخربق، ولقى آثار ديال الحروق في الأرضية، وكأن شي جمرة دازت من تما، وريحة الكبريت خانقة المكان. عرف باللي الروح ديالها معذبة، وباللي العمل ديالها السيء تجسد ليها في صورة عذاب ما كيفارقهاش. ليلتها أحمد شاف في المنام مراتو حليمة، لسانها طويل ومسمور بمسمار من نار، وعقارب كتخرج من عينيها كتقول ليه هذا ما جنت يدي وهذا حصاد لساني. من داك النهار أحمد هجر ديك الدار، سدها وخلاها للريح ولا الغبرة ولا الأرواح اللي ساكناها. الناس ضد الدوار عمرهم ما نساو قصة حليمة، ولاو ملي كيدوزو من حدا المقبرة في الليل كيسمعوا أنين خافت خارج من قبرها، عبارة لمن يعتبر. القصة ديال حليمة ولا الدرس لكل واحد كيطول لسانه في الناس، وكل وحدة نسات صلاتها ومقابلة التبركيك. العذاب د القبر حق، والموت كاينة، واللسان هو السبع إلا طلقتيه كلاك. يا ربي تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. هذه كانت قصتنا اليوم، قصة كتجمد الدم في العروق باش نعرفوا باللي الدنيا ساعة والعمل هو اللي دايم.